يعرف غرير العسل بشجاعته وجرأته، فهو لا يخشى أي حيوان في البرية. لكن هذه الشجاعة تجعله أحيانا يدفع الثمن غاليا، ويصل به الأمر حتى فقدان حياته عند الاصطدام بحيوانات أقوى منه. ستشاهدون معنا في هذا الفيديو مقاطع لحيوان غرير العسل وهو يعبث مع الخصم الخطأ وكيف دفع الثمن غاليا. تمكن غرير العسل في هذا المشهد من القبض على سحلية ضخمة تتغذى على الثعابين الضخمة والسامة، وعلى الرغم من قوة وشراسة السحلية إلا أن غرير العسل تمكن من القضاء عليها في ثواني معدودة وبدأ ينهشها. كما يظهر غرير العسل في مشهد آخر وهو يلتهم سحلية أخرى بعد أن تغلب عليها وأخضعها. صحيح أن هذا الحيوان قوي وصلب ونادر ما يخرج منهزما من المعارك التي يخوضها، لكنه يسقط أحيانا ويجد نفسه في ورطة. فغرير العسل هذا مثلا نجا في آخر لحظة من قبضة تمساح شرس. بعد أن حاول غرير العسل مهاجمة التمساح في معقله، تصدى له هذا الأخير وحاول القبض عليه، وعندما لاحظ غرير العسل أن فرصه في هزم التمساح منعدمة، اضطر للانسحاب من المعركة والهروب بعيدا. تشاهدون في هذه الصورة كيف تمكن هذا التمساح الضخم من القبض على حيوان غرير العسل عندما جاء ليشرب من البركة. غرير العسل وجد نفسه بين فكي التمساح ولم يستطع التملص من بين أنيابه القاطعة. وعلى الرغم من أن غرير العسل حاول الإفلات من قبضة التمساح إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وعلى الأرجح تمكن التمساح من القضاء عليه وافتراسه كما هو موضح في هذه الصورة. صحيح أن غرير العسل لا يستطيع هزم تمساح بالغ، وغالبا ما يقع فريسة عندما يحاول العبث مع هذه الزواحف الشرسة والضخمة، لكنه قادر على افتراس صغاره. فكما تشاهدون في هذا المقطع يظهر غرير العسل وهو يحمل صغير تمساح بعد أن افترسه وقتله وينقله إلى مكان هادئ كي يفترسه. فغرير العسل لا يجد صعوبة في مواجهة التماسيح الصغيرة ويسحقها في وقت قصير. هنا ارتكب غرير العسل خطأ كبيرا عندما تجرأ على مهاجمة هذا الظبي الضخم الذي يعادل حجمه 10 أضعاف حجم الحيوان الصغير. الظبي الذي لديه قرون طويلة وحادة قام بنطح غرير العسل بقوة ورماه في الهواء كما لو أنه دمية، وبمجرد أن ارتطم هذا الأخير بالأرض حتى وقف على أقدامه وهم بالمغادرة دون أن ينظر خلفه. مشهد آخر يظهر غرير العسل وهو يقع في ورطة، وهذه المرة بعد تعرضه لهجوم من طرف قطيع من الكلاب البرية. الحيوان الصغير وجد نفسه محاصرا من قبل عدد كبير من الكلاب، لهذا استدار وانسحب مسرعا في حين بقيت الكلاب البرية تلاحقه. يواجه غرير العسل أي حيوان يحاول النيل منه، حتى لو كان أسد أو أفعى شديدة السمية، لكنه لا يخرج منتصرا دائما. ففي هذا المقطع تظهر لبؤة وهي تحمل غرير عسل ميت بين فكيها، وهذا بعد أن قضت عليه. لقد أظهرت الصور أن غرير العسل هو الذي تجرأ على مهاجمة قطيع من الأسود بعد أن اقتحم محميتهم، وعلى الرغم من أنه قاومهم لبعض الوقت إلا أنهم نالوا منه في نهاية المطاف، وحملته اللبؤة في فمها ولحقها باقي الأسود كي يفترسوه. أما غرير العسل هذا فقد وقع في قبضة هذا الفهد الذي صعد به إلى الشجرة ليفترسه. وجد غرير العسل هذا نفسه بين قطيع من حيوانات ابن عرس، وهذا لأنه اقتحم محميتهم واستفزهم، حيث هجمته الحيوانات الصغيرة وأرغمته على مغادرة المكان.
يعتمد غرير العسل على العديد من الطرق لحماية نفسه، منها أنه يحفر حفرا يتراوح عمقها ما بين 50 حتى 80 سنتيمتر، وينام داخلها كي يحتمي من الحيوانات المفترسة. هذا الحيوان لديه فروة لونها أسود ورمادي، حيث الجزء العلوي لونه رمادي بينما السفلي لونه أسود، كما أن جلده سميك جدا ويصعب اختراقه، ويحتاج إلى عدة طعنات بسكين حاد لإصابته، كما أن جسمه مطاطي حيث يسمح له بالالتواء بداخله ليفلت من فم الحيوانات المفترسة ويكمل المعركة، كما أن لديه قدرة عجيبة على تجاهل الألم بشكل كامل وكأنه لا يشعر به على الإطلاق. يتمتع غرير العسل بمناعة تامة ضد جميع أنواع السموم تقريبا، وأسوأ شيء من الممكن أن يحدث له من سم أقوى الثعابين في العالم هو أنه يفقد الوعي لدقائق قليلة، وهذا في حالة إن استطاع الثعبان اختراق جلده وحقن السم فيه، وهو شيء صعب جدا، ولذلك يتغذى على الثعابين بصورة دائمة بلا مشاكل.